صباح الخير عليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. أكلة جديدة إن شاء الله. اش غادي نقول لكم إن شاء الله يا ربي تنال الإعجاب ديالكم. هذه ثاني من مرة تندخل لا كويزين، دونك باش غادي ندير لكم أكلة جديدة إن شاء الله الرحمن الرحيم. خواتاتي، دونك انا تنهضر مع كلشي. الدراري تبارك الله، الرجال ما شاء الله عليهم ولاو طباخة ماهرين وعندهم قنوات زوينين، محتوى زوين تبارك الله عليهم. دونك انا كنتعامل معهم بزاف الحمد لله. يعني كاين لي جروب اللهم لك الحمد كنتعاملوا مع الخوت وخواتاتنا والناس اللي تيعاونونا كذلك، والناس اللي تحفزونا، الناس اللي تعطيونا لي كومونتير. كنشكركم بزاف بزاف بزاف. والناس الجداد اللي داخل معايا في القناه ديال اليوتيوب ديالي، مرحبا بكم. خوتي كما تشوفوا لهيه كحلتهم لينا. دونك انا عندي هنايا غادي ندير لكم الدجاج. دونك هذا لي كوكليت غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم نطيبهم بالمرقه ديالهم، من بعد ندخلهم في الفران. دونك كنحتاجو 3 نتاع الدجاجات صغيورين. دونك البصله عندي هنايا بصله، عندي هنا 6 ديال حبات البصله هادو في التالي. اوكي، عندي هنايا في هذه الطحينه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نطحن البصله مع الثومه ديجا راني دايراهم هنا. يا بخي لي زانغريديون ديالي كنحتاجو الكركم، السكنجبير والبابريكا والابزار، وضروري الملحاي وشويه نتاع الملون. هذا الملون غير في الاخر وصافي، معليش نطيب به. دونك غادي نحتاجو هنايا القزبور. اوكي، على بركه الله، خليكم معايا حتى الاخر. هاد الطريقه اللي انا غادي نقدمها لكم الوالده ديالي هي اللي علمت عليا. دونك ان شاء الله يا ربي انكم تتبعوا ليا، تبعوا معاها، تبعوا مع الطريقه عفوا نيشان، باش انها تصدق معكم 100%. اوكي، دونك على بركه الله انا غادي نوجد بعدا الشاموله اللي غادي نشامل بها الدجاج ديالي. اوكي، دونك على بركه الله. كما قلت لكم من قبل، انا ديجا راني دايره البصله والثومه هنا. يا ان شاء الله غادي نزيد عليها القزبور. هنا كيف قلت لكم الحامض حتى هو ضروري، شويه ديال الملحه. يا بخي غادي نطحن كلشي. هنا ندير شويه ديال الزيت والملحه. غادي نزيدو معاها خوتي الحامض ضروري. انا ما وجدتوش ماشي مشكل. نديرو عصير حامضه. ما نقول لكمش يعني واحد الدغميره ما شاء الله تقول ديال العدسات. بسم الله، عصير الحامض، يبقى شويه ديال الزيت. وهذا الزيت كيبقى زيت نباتيه كما قلت لكم من قبل. يبقى نطحن كلشي. يبقى انا غادي نزيد شويه نتاع مطيشه حب ما عنديش. دونك غادي نكتفي بهذه بس. ندير واحد 2 معالق كبار نتاع مطيشه، ولا ديروا مطيشه هي وحده كامله. لما طحنت الشاموله ديالي
نجيب بانيو ان شاء الله باش غادي نشرمل. بسم الله كبيتها. اي ابخي غادي ندير العطريه ديالي كامله، سكينجبير كوم لي بزاري فابريكا كلشي هي بخي ان شاء الله. زيد شويه تاع الملحه، انا ديجا خلاص رقتهم بالملحه، ديروا القياس ديالكم. الزيت بسم الله غنجو شمولا من داكشي درت فيه. انا تيعجبني نخدم بيديا. بسم الله دونك هكا قلب مزيان. اوكي من قبل ما نشرملهم غادي ناخذ بويو ديالي كريسات ديالي، غادي ندير فيهم شويه نتاع الملون اللي قلت لكم من قبل. دوك انا غادي ندهنو صافي بشويه تاع الماء وندهن باش نغطي داك، باش ملي ندخلهم الفران غادي يتحمروا، غادي يعطي واحد اللون زوين. هكا مزيان دهنوهم مزيان. ابخي من بعد عاد غادي نشرملهم ان شاء الله. اوكي هكا متسرقش. انا ساليت ودابا على بركه الله ناخذ الشرموله ديالي هي كان ندخل في الجناب. اوكي حاولوا ما يمكن انكم تدخلوا الشرموله لداخل ما بين الجناب هكا. هي الناس كيعطيو واحد المذاق كما قلت لكم من قبل هائل جدا. هكا نزيدو نديرو الثالث هكا من هنا وندهنو على برا. غادي نقول لكم كيفاش غادي نربطوهم ان شاء الله. هادشي اللي بقى ليا غادي نكبو في الطنجره بيديا ومن بعد نجيو اصدقائي. غادي ناخدو بحال هكا. دونك انا ديجا راني وشتهم هادو نديت يدخلوا مع الدجاج. غادي نجي من هنا هكذا وانتوما ديروا الطريقه ديالكم ديال التعقاد، كل واحد وطريقته. هذا ما كان يا بخي غادي ندير بحال هكا. هادو الجيلات غادي ندخلهم هنا لداخل. صغير بشويه منين كتعطي شويه ديال الصبر.
رجناها، والثانية بنفس الطريقة. ولا انكم كتشدوا اليوم هكا رجيلات كتديروا على الخيط، المهم على حساب هذا ديالكم نتوما تعرفوا الطريقه كيفاش غادي تصوبوها. هانتوما نفس الطريقه يجيو هكا مجموعين، تجيبوا الرجيلات ديالهم تدخلوهم هكا لداخل، يا بغي تجيبوا لاستيك ولا الخيط اللي عندكم متوفر كتلويو هكا الرجل ديالو، يا بغي على ما بين الجهتين هكذا، وتيجي هكا مجموع. شفتوا؟ دونك هذه هي الطريقه ديالي انا باش كنعقد الدجاج ما يتفسخ لياش. على ما نخلي الدجاج ديالي يتشامل انا غادي ندير البصله النص عادي نطحنو، والنص عادي نخليه هكاك اوكي، باش انه كتجيكم واحد التغميره يا سلام. حاولوا ما امكن انكم تشردوا البصله بالحسن، ما تشردوش مع البصله هادي اللي كاينه هنا في اوروبا كلها كتغزغز، ماشي شي بصله ديال زوينه والو. البصله عندنا هنايا الزيرو، ماشي بحال شي حاجه ديال المغرب يا سلام. بلاش وهاد البصله اللي قلت لكم 4 ديال الحبات هادو غادي نطحنهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كيما تشوفوا النص ديال البصله طحنته. الوغ دونك غادي نجيب ان شاء الله الرحمن الرحيم الطنجره ديالي، هي هادي ندير البصله نشلط. بسم الله على بركه الله. نزيدو عليها كاع القوام نتاع الشرموله اللي كنت ديجا درتها من قبل، شربت ليا من الشرموله ديال الدجاج. نخليو البصله ديالي طيح شويه، يا بقي نزيدو الدجاج والشطه. اوكي درت الطنجره ديالي فوق البوطه، خلط مليح. بسم الله نزيد الزيت،
نخليو البصله ديالنا طيح شويه ويا بخي نزيدو عليها البصله اللي طحنا والدجاج ديالنا كما تشوفوا. الدجاج ديالي هو هذا، ايوا، والبصله اللي طحنا يا بخي نديروهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا نزيد شويه ديال لاطاريه حيتاش انا النهار الاول راني درت لاطاريه بالنسبه للدجاج. دابا ضروري خصني ندير لاطاريه بالنسبه للمرقه شويه وصافي، ما نكثروش بزاف لاطاريه. راكم عارفين شنو اللي كيحتاج الدجاج وشنو اللي كيبغي الدجاج. كيبغي سكينجبير بالزيت، انا دايره 2 معالق ديال سكينجبير. يلا غادي نوقف. بالنسبه للناس اللي اول مره كما قلت لكم من قبل دخلوا عندي القناه ديالي، ما تبخلوش عليا بلايك وتحطوا لي على داك زر الجرس، وما قررتش انكم تحطوا لي شي كومونتير زوين بحالكم ان شاء الله. هذا ماشي انا كنقول لكم كنفرضوا عليكم، نو، هذا ماشي امر. دونك يعني اللي بغيتي اللي حبيتي، عجبك المحتوى ديالي، عجباتك قناتي، علاش لا، مرحبا بك والف الف مرحبا. اوكي، حنا خوت وحنا ما وصلنا لهذا المستوى هذا يعني منكم نتوما اللي كتشجعوا فينا، الحمد لله. كنشكر كاع الخواتات ديالي والاصدقاء ديالي اللي راهم كيساندوني، الله يجازيهم بالخير. شكرا لكم بزاف بزاف، نهار النهار هذا كنشكركم. الوقت اللي ما ضروري يكون سخون، انا باش غادي نمرض، انا تندير الماء سخون. انا ضفت الدجاج ديالي باش تيبان لكم، ومن بعد مره نبدا نحركو. مني تكون فيه نص طايبه غادي نحيدو ونخلي البصله تعقد. اوكي، يلا خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. كما تشوفوا خرجت الدجاج ديالي، دونك بقات ليا وحده هنا راه كتكمل الطياب شويه من الجناب، غادي يقطروا شويه. يا بخي انا جبت معايا هنا الزبده، غادي ندوبها اللاطه ديالي اللي تدخل الفران وصافي. وانا ساليت ان شاء الله. والتقديم يعني التقديم ما غاديش كل واحد وكيفاش كيقدم لو بلا ديالو. يبقى انا غادي ندير عليها واحد شلاضه، وراكم عارفين نتوقع شويه ديال الطبله وصافي. دونك يلا تحياتي للجميع، مع السلامه. اصدقائي الدجاج ديالي خرجته، بقات لي وحده كتكمل الطياب ديالها. المهم جبنا اللاطه ديالنا اللي تدخل الفرن. هنا كما تشوفوا ضفت معلقه ديال البابريكا، يعني فلفله حمراء. ضفت 2 معالق ديال الكونفيتور، وهذه الزبده دايبه. هذه باش غادي ندهنو الدجاج ديالنا اللي تيجي تبارك الله بحال ديال الزنقه، تعطي الحموريه وديك الذهبيه زوينه والتقرميشه. غادي ندهنو الدجاج ديالنا به. الدجاج ديالي دهنتو كما تشوفوا، هي كوكلات ديالي ماشي الدجاج. بحال ابخي من ديك لاصوص اللي درت. دونك غادي ندخلو دابا الفران، ومن بعد ها نتوما تشوفوا دخلت الدجاج ديالي للفران. انا شعلت عليه من الفوق، دونك غادي نخليه يتحمر ومن بعد نتلاقاو.
هذا هو التقديم النهائي بالصحة والراحة للجميع. والشلاضة ديالي درت فيها مطيشة مايس وشلاضة والكركاع. صحتكم راحتكم، تحياتي للجميع، مع السلامة وشكرا لكم، وما تنساوش انكم ديروا لي لايك وسبسكرايب. يلا باي.